لو كنتم زيي بتحبوا الرز جدا وبتحبوا أي حاجة بيدخل فيها رز زي الفتة والمحشي والرز المعمر، يبقى أكيد وصفتنا النهاردة للرز المصري الأبيض المفلفل هتعجبكم. لو أول مرة تشوفوني، أنا الدكتورة سهى. أتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير. أنا عندي كوباية صغيرة من الرز المصري، أنا قعدته من بالليل للصبح في مية باردة من الحنفية، وهبدأ أغسله كويس جدا عشان كل النشا اللي فيه ينزل وتبقى المية بتاعته بيضة. في حلة على النار هنزل بمعلقة واحدة من الزيت، وهاخد معيار الكوباية اللي أنا هيوت بيها الرز، هنزل فيها بكوباية مية واغطي عليه بعد ما أحط الملح وأسيبه يغلي. لما يغلي هنزل بالرز المنقوع بتاعي، وابدأ لما يغلي الرز بتاعي ههدي عليه النار جدا بالشكل ده واسيبه لحد ما يستوي. بعد ما يستوي تماما هنزل بنص معلقة من السمنة البلدي واغطي عليها لحد ما السمنة بتاعتي تسيح، هقلبها حلو قوي مع الرز واغطي عليه واسيبه دقيقتين 3 عشان يبقى الرز بتاعي بالشكل ده جاهز. مش قادرة اقول لكم هو قد ايه مفلفل. معلقة الزيت بتخلي الرز بتلمع وبتخلي الرز ما يلزقش في بعضه. هحطه في البولة بتاعتي واقلبه بالشكل ده عشان يكون عندي احلى رز مفلفل ابيض مصري ممكن تكونوا دقتوه. لو عجبتكم وصفتنا النهارده للرز الابيض المفلفل المصري، اتمنى انتوا تنفذوها وتكتبوا لي رايكم واسئلتكم في التعليقات، وبالهنا.